رواية فرانكشتاين لماري شيلي اتعملت أفلام كتير جدا، منهم فيلم لسه نازل على نتفليكس، وكان في فيلم زمان في 94 لروبرت دينيرو من إنتاج فرانسيس فورد كوبولا، وقبليه في الفيلم أفلام بقى المرعبة بتاعت فرانكشتاين، وفي إسماعيل ياسين يقابل فرانكشتاين. لكن الفيلم الجديد أحلى بصراحة. لا يعني أنا بالنسبة لي البيك كان فيلم اللي هو سنة 94 اللي فيه روبرت دينيرو من إنتاج فرانسيس فورد كوبولا. الفيلم ده في حاجة ناقصة. اتكلم عن فيكتور فرانكشتاين، قرر ان هو عايز يهزم الموت. هو يقدر لو حد ميت يعمل شويه تريكات على الكهرباء يعيده تاني للحياه. ويا جماعه ما حدش يخش يقول لي ما فيش حد يقدر يرجع تاني للحياه وخبط وبتاع. يا جماعه ايوه انا عارف دي الروايه ودي الافلام. وماري شيلي ساعتها في الوقت ده كان لسه الانسان مبهور جدا بالعلم، والكهرباء دي بقى دي الماده السحريه اللي هو واحد ميت كهربه يصحى تاني. الروايه كانت بتناقش كان ان هو حد اتعمل واتساب، فهي ده جزء بقى روحاني عندها او تساؤل ديني معين عندها طلعته، وده موجود لان هو فيكتور فرانكشتاين عمل هذا الكائن او الوحش ورماه. وفكره الكائن والوحش هي دي الفكره، الحته الصغيره اللي فرقت. فيكتور فرانكشتاين بيحكي قصته، والكائن ده بيحكي قصته، بتشوف وجهه النظر، ومنهم ضمنهم برضو الكائن متضايق. انت رميتني ليه؟ عشان كده بيروح يقابل الناس، فالناس بتعامله على اساس شكله من بره مع ان هو من جواه كويس. فالجمال الداخلي والجمال الخارجي تساؤلات فلسفيه مشروعه جدا في روايه. في الفيلم الجديد انا عندي فيكتور فرانكشتاين عمل هذا الكائن، شكله طويل وضخم وقوي وما بيموتش، وبتضرب عليه النار بجرحه بتاع جميل. كل ده جميل، بس انا مش متعاطف معاكم انتوا اتنين، فحلوا الاتنين مشاكلكم بعيد عني بس، شكرا. ما تعاطفتش. لكن فيلم القديم لا 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 لا، اللغه السينمائيه بتاعته احلى بكتير من اللي انا شفته. هو مش وحش، اتفرجوا عليه يعني. لما كنتوش شفتوا الفيلم القديم هيعجبكم الفيلم ده ممكن، بس في جميع الاحوال الفيلم القديم ده عظمه العظمه. واسماعيل ياسين يقابل فرانكشتاين برضه كان حلو.